أنا زرت المغرب كثير المرات. مثلا في مراكش، عندما تذهب إلى مراكش تسأل أي أحد أين هي الصيدلية، يقول لك دور معايا. أين هو الكرم؟ لا يتركك حتى في السيجارة، لو لم تعطيه نقود يقول لك أعطيني سيجارة. ولا أسعد في المغرب أيضا، مثلا في الشمال في طنجة، يذهب واحد من بني ملال أو قلعة سراغنة إلى هناك، يدخل إلى المقهى يقول له خويا أعطيني قرعة تاع الماء أو كاس ماء، يقول له سير العروبي، اخرج عليا العروبي ما يعطيلوش. أنت أي مغرب ذهبت إليه أنت متأكد أنك في المملكة المغربية؟ نعم، أنا زرت المغرب كثير أكثر منك. والله شكلك صرت وهران. لكن أنت لكن أنا رأيت المغرب بدون مكياج، ليس المغرب الذي تراه. لا، يبدو أنك ذهبت إلى أن الطيور على أشكالها تقع. يمكن لا ذهبت إلى لا أسعد لا 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 لا، أنت معروف. لحظة، أنا معروف، والمفترض أن أنا أكون أكثر شيء يطلب مني. دقيقة، سد المايك يا كريم. أنا هذه لازم أحسمها قبل ما أنت تواصل، ولا أسمح لك مثلا أنك تضرب في الإنسان المغربي. وأنا طفت المغرب شرقا وغربا، أقسم لك بالله أنك تكذب. يقولون للفلان في طنجة عروبي يخرج. من أين أتيت بهذه الافتراءات؟ أي مغرب هذا الذي أنت زرته؟ أي مدينة التي أنت زرتها؟ وإذا أنت لقيت واحد في مراكش قال لك دور معايا، وخلاص هذه صفة كذا. باقي تقول إنهم يسرقوا، باقي تقول إنهم يسبوا الله، باقي تقول إنهم يسبوا الأم، وباقي تدي ببلاويك التي في الجزائر وتلصقها بالإنسان المغربي. أنا لا أعتقد أنك زرت المغرب الذي نعرفه. نعم أسعد. لحظة، دقيقة يا كريم، اصبر. قبل ما تروح نقطة برك، اصبر. نقطة الله يرحم الوالدين. نقطة. نعم الأخ أسعد، يسرقون. أغلبية التجار في المغرب يسرقون. سلعة تباع سعرها 10 دراهم يقول للسائح 50 درهم. هذا بيع وشراء تجارة يرفعها إذا قبل. إذا في كل مكان الطاكسي يسرق. يا حبيبي، هذه في مصر، في اليمن، أنت عندك لا في دقيقة يا كريم، الله يرحم جدتك. اصبر يا أخي، خليني أقول لك. أنا يعني تريد أن أنت تعرف أنت مثل إيش أنت؟ هذا إذا أنت زرت المغرب، أنت مثل الذبابة لا تقع إلا على الجرح. لو أقول لك الآن إيجابيات المغرب بتنطم. شوف، في كل بلد سلبيات وإيجابيات. مسألة استغلال السائح موجودة في كل مكان في العالم. حتى احنا أنا اشتغل في التاكسي أنا في لندن. إذا شفت الزبون ليس إنجليزيا، واحد جاي من خارج براني، والله أنا أدق أمه. هذا في كل مكان في العالم. لكن أنا أتمنى يا جزائريين، عندما أنت تعرف أنت مثل إيش؟ مثل وكالات مثل المراسلين ديال القنوات ديالكم في كأس أفريقيا. لحظة يا جماعة، أوكي أنت مثل هؤلاء مراسلي القنوات الجزائرية. كانوا لحظة يا أخي، دقيقة يا أخي، خليني أكمل لك هذه. الله يرحم أبوك، بعدين نعطيك تكمل أنت. اصبر، لا تفتحش. أنا سأثبت لك الآن أنك ذبابة ولست نحلة. النحل تقع على الورود، على الزهور، على الأماكن الجميلة، والذبابة تبحث عن الجرح، عن الجيفة، عن الجثة وتقع عليها. أنتوا هكذا، للأمانة أنتوا هكذا. أنتوا حالكم بحال مراسلي القنوات الجزائرية في كأس أفريقيا، ساكنين في واحدة من أجمل مدن العالم وهي الرباط. فكان كالذبابة، كان يبحث عن برميل قمامة، كان يروح يبحثوا، يركبوا السيارة. تخيل، كانوا يركبوا السيارة ويطوفوا يلاقوا مكان وسخ، كانوا يتعبوا عشان يلقى مكان وسخ في الرباط. كانوا يروحوا إلى أطراف سلا، وأحيانا يمشوا لا تمارة ولا عين عتيق عشان يشوف مزبلة ولا زبالة ولا برميل قمامة علشان السلام عليكم ورحمة الله. نحن اليوم في الرباط. كانت مباراة الأمس جمعت بين المنتخب الجزائري والمنتخب النيجيري. نحن نخاطبكم من الرباط، وكانت يبحث لك عن الزبالة ويعمل فيها المراسلة حق القناة. أنت مثله.
أنت مثله تماما كالذباب. أحيانا ما كانوا يلاقوا مزبلة في الرباط، وإذا ضرب مزبلة لازم يدخل إلى الأحياء الشعبية داخل، فكان يذهب في البحر في الظلام، سواد سواد سواد، قسما بالله العظيم سواد في سواد في سواد. رغم كل القنوات العالمية كانت تختار الخلفية الجميلة، الناس الأسوياء يا كريم. أحدثك الآن عن الجنسيات الأخرى، التوانسة، الإعلام السنغاليين، بقية القنوات كلهم كان يأتي وخلفه مولاي عبد الله، وخلفه برج الملك محمد السادس، وخلفه صومعة حسان، وخلفه تلك الإطلالة الجميلة أبي الرقراق، حاجة في الرباط، وينقله إلا أنتم. كان يبحث ورور لما يدور المزبلة. قسما بالله يا كريم أنك تتعامل الآن كأنك مراسل في قناة الجزائرية. يا أخي أنا أعتقد أن كل إناء بما فيه ينضح. كلمة العنصرية وأنه هذا ما قبله في طنجة، هذه آفاتكم أنتم. وبعد مرة ثانية روح مرر هذا الأشياء عند واحد ما يعرفش المغرب. شوف واحد ما يعرفش المغرب. أنا دخلت الأسواق، دخلت الأحياء، دخلت المدن، دخلت في كل مكان، أقسم بالله من أرقى شعوب الدنيا. فيها مشاكل، فيها تسول، فيها نصابين كبقية البلدان. ليش أنت واحد جاء قال لك اجري معايا في طنجة بمعنى أعطيني عشان أوريك الصيدلية، عممتها على الشعب المغربي كله، بينما المغاربة دخلوكم بيوتهم. واليوم محل نقاش. اليوم أنا فتحت هذا اللايف أنكم كجزائريين أفسدتم كرم المغاربة. اليوم المغربي يقول لأخيه المغربي لا تكرموا هؤلاء الناس، لأنه حتى أنت وأنا متأكد أنك من هذه النوعية، والله قد تدخل بيت المغربي وتأكل فيه ويكرمك، ثم تخرج عيوب ذلك البيت أنت، لأنه الشيء بالشيء يذكر. ما دام دخلت المغرب وبحثت عن السلبيات وعن المشاكل وعن الجراح، واحد قال لك دور معايا، فمعناته ما حصل لك في المغرب ممكن أن يحصل لك داخل أي بيت أي مغربي. إذا دخلك مغربي والله ستخرج وتقول أنا رأيت زوجته وزوجته كذا، وبيته كان مهدما، وأكله كان خانز، وأكله ما كانش زوين. يا أخي أنتم مرضى، وبالتالي أنا بنزلك لأنك لا ناقة لك ولا جمل. أنا قلت أنك ربما ستضيف شيئا في الموضوع، لكنك طلعت تستثمر في أنه في شوية مغاربة. للأسف الشديد ماذا يمكن أن أقول؟ لا أستطيع أن أتكلم عن أتمترس المغرب أكثر، وهم مغاربة يحملون جوازا مغربيا. يعني تركتم لمثل هؤلاء الزبالة أنهم يتكلمون عنكم. هذا نجم وغير نجم، وهؤلاء المغاربة الذين عندهم شوية مشاكل، ربما من عامل ولا من قيد ولا من باشا ولا حرموه من الوظيفة ولا حبسوه يومين أو 3 أيام، يخرج يصبح مغربي يعني معارض، ويبدأ يتماشى مع الطرح التبوني، ويبدأ يضرب في بلاده علشان شوفوا إلى من تعطون. أقسم بالله أنها قمة النذالة. عن الأقل إذا خاصمت، إذا عارضت، عارض بشرف، عارض فساد، عارض حكومة، عارض وزير، عارض مخططات دولة. تضرب على طول، تبحث عن المشاكل التي هي موجودة في كل البلاد، وتأتي وتكشف ستر الله عليك وعلى بيتك وعلى أمك. أنت تتكلم على أمك، أنت المغربي الذي أنت ربما تشكك في أمك الله يلعن جدة أمك إذا أنت بهذا الشكل. يعني اسمحوا لي يا مغاربة والله، لكن ما الله غالب.